ازاي سافرت فرنسا؟ وهل كان عندك نية للسفر من البداية ولا جيت صدفة؟ علشان اقدر افيدك واجاوبك اجابة تساعدك يبقى خلونا نجاوب على نص السؤال التاني اولا، وهو انا ليه سافرت؟ وهل كنت حابب اسافر ولا هو النصيب؟ بصراحة الموضوع بالنسبة لي كان خليط بين التخطيط والدراسة من ناحية، وبين الصدفة او خلينا نقول القدر من ناحية تانية. الحمد لله نشأت ببيت واسرة متواضعة ميسورة الحال زي اغلب الناس، لكني كنت دايما نفسي اجرب حاجة جديدة، حابب اشوف نفسي في مكان اكبر، وفي الوقت ده حاولت اوصل للي بحلم بيه في البيئة اللي كنت موجود فيها، لكن اكتشفت ان الموضوع هيكون صعب. علشان كده لجأت لفكرة السفر رغم معارضة الاهل وقتها لاسباب كتير، وفي النهاية انتصر القدر وخرجت وانا حزين على بعدي عن اهلي واصحابي ومجتمعي وثقافتي وحاجات كتير كان نفسي اعملها، لكن دايما كان بيصبرني ايماني بانه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وحانت لحظة السفر والوداع، وكده نوصل لنصف السؤال الاول والاهم بالنسبة لكتير، وهو ازاي يا محمد سافرت؟ طيب الاول اسمحوا لي اغير صيغة السؤال واخليها محمد ازاي اسافر؟ ليه؟ لان السفر ملوش طريق واحد، السفر له طرق كتير جدا بتختلف من شخص للتاني حسب ظروفه وفرصه وهدفه وامكانياته وقتها كانت عامله ازاي. تجربتي في السفر كان فيها تحديات كتير ممكن تناسبك وممكن لا، وعلشان كده مش حابب اقدمها كوصفه او حل اساسي للسؤال بتاعك. اللي اقدر اساعدك بيه هو انك تحدد لنفسك هدف وتسال نفسك انا ليه عاوز اسافر، وايه الامكانيات والمؤهلات اللي بمتلكها حاليا اللي ممكن تساعدني في تحقيق الهدف ده، وبعدين تتحرك. حضر نفسك كويس، ابحث واسال كتير، تواصل مع ناس عندها نفس الهدف، وافتكر ان كل خطوه صغيره بتقربك من حلم كبير، وهتتفاجئ ازاي الحاجات بتتحرك لما تتحرك انت الاول. ولو في نصيحه شخصيه ممكن اقدمها لك ساعدتني جامد في اوقات كتير وما زالت، فهقول لك الرضا مهم قد الطموح. كل واحد فينا بياخد نصيبه وقدره، فما تقارنش نفسك بحد وتقول اشمعنى هو وانا لا، لان ممكن يكون عنده حاجه نفسك فيها بس انت عندك حاجه هو محروم منها، ويا عالم لو وصلت للي هو فيه او امتلكت الحاجه اللي عنده هيكون وضعك ايه وقتها. خليك مؤمن ان ربنا احن عليك من امك، وانه موزع الارزاق بعدل وحاشاه ان يظلم احد. كل واحد بياخد المناسب له في الوقت الصح، بس شطارتك ان وقتها تعرف تستغل الفرصه لصالحك مش ضدك. انت كمان لو عندك سؤال حاسس ان ممكن اساعدك فيه اكتبه لي هنا واحاول ارد عليك ونتناقش فيه مع بعض في اقرب وقت. كنت معاكم انا محمد غطاس من هنا من باريس، وسلام.